بتاعت النهاردة عن نمر صغنن وجميل وغلبان خالص ومش لاقي بابا ولا ماما، وعمال يعيط ويقول لهم ايه ده، انا فين ماما، فين ماما، ومش لاقي اي حد ياكله ولا اي حاجه ومرمي كده في الغاب. ياه، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل له. بصي يا سيمبا، بصي شوفي ايه ده، في نمر صغنن قوي، ده باين عليه لسه مولود. الله، امال فين مامته وباباه، وليه هو مرمي كده على الارض؟ يا ماما يا ماما تعالي خديني، يا ماما تعالي خديني، يا ماما انت فين؟ انا جعان يا ماما تعالي خديني. ماما يلا يا ماما نروح، وسيبيه لحد مامته ما تيجي تاخده، اكيد مامته عارفه ان هو هنا وهتيجي تاخده بعد شويه، مش ممكن يعني هتسيبه. استنى بس يا سيمبا، لو كانت مامته عارفه ان هو هنا كانت جت واخدته، ما يمكن حد من الحيوانات المفترسه اكلها وهو وقع هنا يا عيني. طب واحنا هنعمل له ايه يا ماما؟ احنا مش هنعمل له حاجه، يلا بينا بقى نروح. الله يا حبيبي، انت واقع كده ليه؟ ممكن تقف؟ انت ماما؟ لا طبعا انا مش ماما، انت نمر وانا اسد. طب من فضلك ماما فين؟ من فضلك وديني لماما، انا عايزه اروح لماما، انا جعان قوي. انا مش عارفه مامتك فين، بس انا ممكن اخدك معايا البيت واكلك كمان. طيب توعديني انك انت هتدوري على ماما؟ وفعلا مامة سيمبا اخدته البيت، لكن سيمبا كان زعلان قوي 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 من ان النمر الصغنن ده هيروح معاه البيت، وواضح انه كمان هو غيران قوي. يلا يا سيمبا، يلا نروح وهناخد معانا النمر الصغير. يا ماما ايه ده بقى يا ماما؟ ماما مش معقوله كده، ناخده نعمل بيه ايه ده؟ يا سيمبا احنا هنعمل خير يا سيمبا، ده هيبقى حاجه كويسه قوي ان احنا ندور على مامته. شكرا على الاكل الجميل ده، ما انا ممكن اقولك يا ماما لحد ما الاقي مامتي؟ ممكن تقول يا ماما. طب ممكن يا ماما العب باللعب اللي جوه اللي في الاوضه وبعدين انام على السرير؟ ممكن تلعب باللعب وبعدين تنام على السرير. اولا اللعب دي لعبي، وكمان السرير ده سرير ومش حدش هينام عليه الا انا. يا سيمبا يا سيمبا، ده نمر صغير ولسه بيشرب لبن وبياكل حاجات بسيطة قوي، ده لسه بيبي خالص، لازم نعامله بحب وحنية يا سيمبا. بس انا مش عايز حد ينام على السرير بتاعي ولا يلعب باللعب بتاعتي. واضح ان مامة سيمبا عشان هي طيبة وحنينة شوية ادت اهتمام زيادة بالنمر الصغير، وخلت النمر الصغير يلعب باللعب بتاعت سيمبا وينام على سرير سيمبا كمان. فسيمبا زعل قوي قوي وراح لاصحابه يلعب معاهم وهو غضبان قوي. بصوا انا جبت كرة شكلها ايه؟ كلها الوان، يلا كلنا هنلعب مع بعض النهارده وهنشوط مع بعض الكورة. يلا يا سيمبا، يلا يا فلفول، يلا يا قرود، يلا حتى السمكة هتقف كمان بعيد شوية. انا مش جاي العب هنا النهارده، انا متضايق وزعلان قوي. طب في ايه؟ ما تقولنا ايه اللي حصل؟ انا وماما الصبح كنا خارجين في الغابة وبنتمشى ولقينا نمر صغير وقع على الارض. ماما عشان طيبة قوي راحت شالته واخدنا معانا البيت، لان ما كانتش لاقيه مامته وعمالة تاكله وتلعب، ودي حاجة ضايقتني قوي. طب بص يا سيمبا، الغابة اللي جنبينا فيها نمور كتير قوي، يمكن مامته تطلع في الغابة اللي جنبينا ودي هتبعده عنك شوية. ممكن العب معاكم؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش قلت انك انت هتلعب باللعب بتاعتي وهتنام على السرير بتاعي؟ اصل انا حبيتك قوي وقلت اجي عشان العب معاك والعب كمان مع اصحابك واتعرف عليهم، وقلت لماما قالت لي روح العب مع سيمبا. ما تقولهاش يا ماما تاني، دي مامتي انا مش مامتك انت فاهم؟ اياك اسمعك تقول لها يا ماما. ايوه دي مامة سيمبا مش مامتك، انت ما عندكش ماما. انتوا كلكم بتقولوا لي كلام وحش، ليه بتقولوا لي كده؟ انا مش ذنبي ان انا مش لاقي ماما. يا ماما انت فين؟
واضح يا جماعة ان احنا غلطنا، ان احنا قلنا كل الكلام الوحش ده للنمر الصغير ده ملوش ذنب. عندك حق يا فلفول، انا مروح. ايه ده انت بتعيط كده ليه؟ ايه اللي حصل عشان العياط ده كله؟ احكيلي كده وبطل عياط. مش انا استأذنتك وقلتلك اروح العب مع سيمبا واصحابه وانت وافقتي وقلت لي روح؟ بالظبط كده. لقيت سيمبا واصحابه بيكلموني وحش قوي وبيقولوا لي ان انا من غير ماما وان انا امشي وملعبش معاهم وكلموني كلام وحش خالص. من فضلك دوريلي على ماما، يلا بينا نروح ندور على ماما انا وانتي. ليه كده يا سيمبا؟ ايه اللي حصل عشان تزعلوا نمر صغير زي ده؟ هو ينفع كده نقول للحيوانات الصغيرة كلام وان هما ملهمش ماما؟ ما ينفعش كده يا سيمبا. بص يا ماما، فلافيلو بيقول ان الغابة اللي جنبينا كلها نمور، وممكن تبقى مامته موجودة يا ماما في الغابة دي. طيب بكرة الصبح هناخده ونروح الغابة التانية دي اللي كلها النمور، وهنشوف فعلا هو ابن حد منهم ولا لا. مامة سيمبا كانت زعلانة قوي من الطريقة اللي اتكلم بيها سيمبا واصحابه على نمر صغير وضعيف، وان هم يتنمروا عليه بالمنظر ده ويقولوا له مالك ما عندكش ماما. ما ينفعش كده. بص يا سيمبا، الغابة دي حلوة قوي، الله، وكلها ورد. دي احلى من الغابة بتاعتنا بكتير. عندك حق يا ماما، دي فعلا احلى من الغابة بتاعتنا. وبصي صوت العصافير، ياه، ده صوت العصافير هنا حلو قوي. طب استنى انا هفضل اقول يا نمور ويا نمورة بصوت عالي قوي علشان يجوا حد يجي يبص على نمور الصغنن ده. يا نمور يا نمورة تعالوا هنا. مين اللي بينده علينا؟ ام سيمبا؟ ايه ده، انت جايه الغابة بتاعتنا ليه؟ انا لقيت النمر الصغنن ده وانا كنت جايه ادور واشوف ده ابنكم ولا لا. ايوه ده ابني يا حبيبي. لقيتيه فين يا حبيبتي؟ لقيتيه فين؟ ده كان الضباع كانت بتجري ورانا، وقع مننا واحنا بنجري. لقيتيه فين؟ يعني انتي ماما؟ انا بحبك قوي يا ماما، انا بحبك قوي. انا كنت بدور عليكي وكنت عماله اعيط كتير قوي عشان مش لاقيكي يا ماما. اشكرك قوي انتي وسيمبا عشان رجعتولنا نمور صغير. يا احنا مش عارفين نديكوا ايه ولا نعمل لكم ايه. انتوا لازم تقعدوا تتغدوا عندنا النهارده في الغابه بتاعتنا. لا خلاص بقى، احنا لازم نروح انا وسيمبا علشان ما نتاخرش على ابو سيمبا. باي بقى يا نمور، هتبقى تيجي تلعب معايا انا واصحابي وتفضل تلعب معانا طول النهار، وانا هكون فرحان وسعيد لو جيت ولعبت معانا. طيب يا سيمبا، هبقى اجي والعب معاك انت واصحابك طول النهار يا سيمبا. وكانوا فرحانين قوي سيمبا ومامته ان هم رجعوا نمور لمامته وباباه. وكان سيمبا فرحان جدا جدا علشان هو كان بيحب مامته قوي وما كانش عايز حد ياخد مامته منه.